السلام عليكم. أسهل نشاط إنساني هو انتقاد الآخرين وسوء الظن بنواياهم. لذلك طالما كنت إنساناً طبيعياً تسعى وتجتهد وتنافس في الدنيا من أجل حياة أفضل في عملك وفي حياتك الاجتماعية، فتأكد أنه سوف يساء فهمك من بعض الناس. سوف يتحدث عنك بعض الناس من وراء ظهرك ويفسرون نواياك على هواهم ويقولون عنك ما لا يرضيك ولا يشبهك. سوف يخبرك بعض الناس مراراً أنهم يعرفونك جيداً وهم لا يعرفونك. سوف يعطي البعض نفسه حقاً في أن ينتقدك ويملي عليك ما يجب عليك فعله، وهم أصلاً أشخاص ضائعون تماماً في حياتهم. ستجد نفسك مراراً وتكراراً في مواقف تدفعك دفعاً إلى الرغبة في التبرير أو الرد أو التوضيح، حتى وأنت متأكد تمام التأكد أنك على صواب وأن الحق بجانبك. ولكن تأكد أن التبرير والرد والتوضيح في كثير من الأحوال ليس هو الحل. في كثير من المواقف السكوت والانشغال بنفسك والتركيز على حياتك ونجاحك يكون هو أبلغ رد وصاحب أفضل النتائج لكسب نفسك وعدم الدخول في صراعات ومهاترات لا فائدة منها. في بعض الأحيان يكون الصمت هو الحل الأفضل عندما تتأكد أن كلامك لم ولن يغير شيئاً. في بعض الأحيان يكون بمثابة الزهد في الشخص الذي يئست من قدرتك على تغييره. في بعض الأحيان يكون الصمت بمثابة الصبر على أمل تعدل الحال. وفي أحيان أخرى يكون السكوت هو سمو بالنفس والأخلاق حتى لا تجرح من أمامك أو تؤذيه بكلامك. لكي تكسب نفسك ولا تؤذيها وترهقها في أمور لا فائدة منها، لا تستمر في تصحيح صورتك أمام الناس، فالشخص العاقل الذكي سوف يفهمك، والشخص الخلوق المحترم سوف ينصفك، والشخص الذي يحبك في الله بدون سبب سوف يحسن الظن بك دائما ويثق برأيك ويستمع لكلامك. أما سيء الخلق أو سيء الظن أو الشخص الذي يكرهك، دعه يحترق بانتقاداته وكلامه وسوء ظنه. كثير من التغاضي حكمة وتعقل وصون للنفس وكرامتها وحفظ الوقت ووقاية من شر العتاب والخلاف والصراعات. من حق أنفسنا علينا أن نشغلها فقط بمن نحبهم ونقدرهم ونحترمهم ونعلم أنهم يبادلوننا نفس المشاعر والتقدير. من حق أنفسنا علينا أن نشغلها بنفسها عن غيرها ممن لا يستحقون. يقول أحد الحكماء: ظننت أن القوة في المواجهة فقط، فاتضح أنها في الصمت والتجاهل أحيانا. علينا أن ندرك أن ليس كل تراجع وانسحاب هو هزيمة، بل قد يكون الانتصار بعينه عندما تبتعد عن أشخاص لا يناسبون طبيعة روحك، عندما تحفظ وقتك عن الأشياء التي تستنزف طاقتك النفسية والجسدية، عندما تتوقف عن بذل نفسك لكل أمر أو شخص لا يستحق. اعتنوا بأنفسكم، والله يحفظكم ويحفظ غاليكم.